أهلا وسهلا بحضراتكم في الحلقة الأولى من برنامج الرئيس. برنامج الرئيس هو برنامج مؤقت هيبدأ معاكم من النهاردة لحد انتهاء الانتخابات الرئاسية المصرية في 2024. هنستعرض مع بعض من خلال حلقات البرنامج مجريات الانتخابات الرئاسية، الأحداث بتاعتها، الأخبار، البرامج الانتخابية، المرشحين، كل التفاصيل اللي ممكن تفيد حضراتكم في الموضوع ده بنجمعها لكم كلها في مكان واحد. ان شاء الله في البرنامج ده هنحاول بسرعه وخلال دقائق قليله متابعه الاخبار بتاعت المرشحين وكل حاجه بتحصل خلال الانتخابات. عشان كده انا عايزكم تشتركوا في قناه الكاتب الصحفي وليد حيدر وتفعلوا زر الجرس علشان دايما توصلكم الحلقات الجديده. ان شاء الله في البرنامج ده هنحاول بسرعه وخلال دقائق قليله متابعه الاخبار بتاعت المرشحين وكل حاجه بتحصل خلال الانتخابات. الفكره هي اني احطكم في الصوره ونجاوب على استفساراتكم والاسئله بتاعتكم من غير ما نأيد حد معين او نهاجم حد معين. معاكم وليد حيدر وبرنامج الرئيس، وخلينا نبدا الحلقه الاولى. الانتخابات الرئاسيه المصريه في 2024 هي خامس انتخابات رئاسيه متعدده مباشره في تاريخ مصر الحديث، وهي الانتخابات الرابعه من بعد احداث يناير. الانتخابات الاولى في تاريخ مصر كانت في عهد الرئيس مبارك، وبعد كده حصلت الانتخابات 3 انتخابات كمان في بعد ثورة يناير، والانتخابات اللي احنا فيها دي هي الانتخابات الخامسة. الناس بتسأل امتى الانتخابات القادمة؟ هو ده السؤال اللي شاغل بال ناس كتير. الانتخابات هي احنا بنطلق عليها اسم انتخابات 2024 حسب نص المادة 140 المعدلة من الدستور المصري. الانتخابات دي لازم تبدأ قبل 3 شهور من انتهاء ولاية الرئيس الحالي. طيب او 120 يوم، فعلى الاقل الكلمه دي برضو مهمه جدا هناخدها وناخد بالنا منها لان احنا هنرجع نحتاجها تاني. طيب ولايه الرئيس هتنتهي امتى؟ ولايه الرئيس الحالي لمصر بتنتهي يوم 2 ابريل 2024. معنى كده ان احنا هنرجع 3 شهور، يبقى عندنا مارس وفبراير ويناير. كمان في شرط تاني، على الاقل لازم يعلن اسم الرئيس الجديد اللي هينجح في الانتخابات قبل انتهاء الولايه بشهر، يعني في اول مارس. معنى كده ان احنا هنرجع كمان 3 شهور بعد من تاريخ دوت مارس، يعني تقريبا الانتخابات المفروض تبدا في شهر ديسمبر 2023. بس حسب الكلام ده هي ما فيش هنا انتخابات مبكره، لان بعض الصحف للاسف اعلنت ان مصر هتعمل انتخابات مبكره. لا، هو حسب الدستور، مش معنى انها شهر مثلا من 2023 انها بقت انتخابات مبكره. الانتخابات ماشيه بشكل طبيعي جدا. اللجنه الوطنيه للانتخابات هتعلن عن تاريخ بدايه الانتخابات بالظبط في تقريبا اول اكتوبر. اول اكتوبر احنا عارفين عندنا احتفالات 50 سنه بمناسبه مرور 50 سنه على انتصارات اكتوبر، فتقريبا هي هتعلن في الوقت ده. طيب الانتخابات ده اخرها، انما ممكن قبل كده، يعني ممكن يعني يفتحوا باب الترشيح في نوفمبر، في نص نوفمبر، بس مش هتبقى بعد اول ديسمبر 2023. ده اللي عمل شويه لخبطه للناس. من 2023 هنبدا نعد 3 شهور، فهنوصل لاول مارس اللي هيعلن فيه اسم الرئيس الجديد. واحنا في انتظار قرار الهيئه الوطنيه للانتخابات اللي هتقول لنا بالظبط امتى التاريخ. في حاجات كتير جدا بتاثر على الميعاد اللي هنبدا فيه الانتخابات، زي اجازات المدارس، زي المدارس هتبدا امتى لان الدراسه بتقف. انتوا عارفين ان المقار الانتخابيه بتبقى في المدارس. زي برضو المصريين في الخارج، ما ننساش ان احنا عندنا ايام هتبقى للمصريين في الخارج في السفارات، لازم تكون برضو ايام اجازات. فكل ده بيحدد العوامل، فده اللجنه حاليا مجتمعه عشان تقرر التاريخ بالظبط. بس احنا اتفقنا ان مفيش انتخابات مبكره، واتفقنا انها هتكون تقريبا في اول ديسمبر. السؤال الثاني، مين اللي من حقه يترشح في الانتخابات الرئاسيه؟ الحقيقه ده برضو بيثير لغط كتير. حسب الدستور ونص الدستور لا يجوز الترشح لدورتين متتاليتين. طبعا على طول الذهن هيروح الرئيس السيسي، الرئيس الحالي لمصر، هو دي الدوره الثانيه بتاعته. لا، الحقيقه انه فقهاء القانون الدستوري قالوا انه طبقا للدستور بعد ما عدلنا الدستور فبتبدا نعد المده من بدايه الدستور. فالفتره الحاليه هي الفتره الرئاسيه الاولى من بعد تعديل الدستور وتغيير نظام الانتخابات الرئاسه، يعني فترتين من بدايه الدستور الجديد. يعني دي الفتره الاولى بالنسبه للرئيس السيسي، والترشح ده هيبقى على الفتره الجايه. بس حتى اللحظه دي الرئيس السيسي ما اعلنش لغايه دلوقتي ترشحه. طيب مين من حقه يترشح عشان يدخل الانتخابات؟
يشترط في القبول الترشح للانتخابات رئيس الجمهوريه انه يكون مصري ومن ابوين مصريين وما يكونش بيحمل جنسيه دوله ثانيه، يعني ما يبقاش فيه جنسيه خالص ولا حتى جنسيه مزدوجه. تمام. الا يقل عمره عن 40 سنه ميلاديه من تاريخ فتح باب الترشح. تمام. ان المترشح ده لازم ياخد تزكيه من 20 عضو على الاقل في مجلس من اعضاء مجلس النواب، لازم يأيدوه ولازم يدوا له توكيلات بالكلام دوت. طيب، ولازم كمان يجيب 25,000 توكيل من مواطن مصري، توكيلات صحيحه مسجله في الشهر العقاري. طيب، من 25,000 دول من مكان واحد؟ لا، يبقوا لازم من 15 محافظه على الاقل، وبحد ادنى 1000 مؤيد في كل محافظه. تمام. الحاجه الثانيه اللي لازم كلنا نعرفها، اللي هيعمل توكيل لمرشح مش هيعرف يعمل توكيل لمرشح تاني، لان كده الصوت بتاعه هيتلغي. فيبقى كده الشروط واضحه. ده بالنسبه للتوكيلات. الحاجه الثانيه، اللي ما يكونش صدر ضده اي حكم قضائي في حبس او حصل، يعني صدر ضده حكم وحصل على حكم برد الاعتبار، ان هو يقدم تقرير بالحاله الصحيه بيأكد انه غير مريض بمرض يمنعه من اداء مهمته، ولازم يقدم صحيفه الحاله الجنائيه حديثه. يعني اي مواطن او مواطنه مصريه عايزين يقدموا اوراقهم لازم يستوفوا كل الشروط دي. عشان كده احنا لما بنتكلم على مرشح بنقول عليه ان هو مرشح محتمل. اي حد قدم او اعلن انه هيترشح هو بالنسبه لنا مرشح محتمل. ليه مرشح محتمل؟ لانه لازم يحقق الشروط الاول. اول ما يحقق الشروط ويطلع قرار من الهيئه بقبول اوراقه كلها هيبقى بالنسبه لنا مرشح لرئاسه الجمهوريه. الحلقه الجايه هنتكلم عن المرشحين المحتملين والناس اللي اعلنت بالفعل ان هم هيبداوا يخشوا الانتخابات، وبيبداوا فعلا ناس منهم اوريدي بدات تعمل يعني مؤتمرات وبدات تتكلم مع الناس. هنقول بالظبط مين اللي ترشح او مين اللي اعلن ومين هم المرشحين المحتملين، وهناخد مرشح نتكلم عنه ونعرف بالظبط ايه هو خلفيته وايه ليه سبب الترشح بتاعه، ومترشح عن طريق ايه، عن طريق حزب ولا مرشح فردي ولا كل التفاصيل التانية. عموما نتقابل على خير في الحلقه الجايه.